هناك حملة اعتقالات تمت في جنوب السودان لنائب الرئيس السوداني أو من المقربين منه. فكانت النتيجة يعني اضطرابات واسعة، والأمم المتحدة الأمريكية تحذر من تصاعد هذه الاضطرابات. يعني الوضع غير مطمئن، وخاصة يعني أنه تصاعد بعد أن هدأت جبهة السودان، أو بدأت السودان تصل إلى يعني إلى الانتصارات المتتالية والوصول أو السيطرة على مدن بعينها. لكن المثير إلى للجدل أن الإمارات بتفتتح في هذا التوقيت مستشفى مدهول، مستشفى في جنوب السودان. الإمارات يعني بتتعاون أو بتعمل استثمارات في جنوب السودان في في هذا التوقيت. ومن المعروف أن السودان اتهمت الإمارات بالضلوع فيما يحدث في السودان، ويعني مساعدة الدعم السريع في ذلك، مما تسبب في قتلى وجرحى وسنتين من الدمار وتشريد للمواطنين. ولكن طبعا الإمارات نفت كل ذلك، حتى أن السودان قد قامت بتوجيه أو بالشكوى لمحكمة العدل الدولية، والذي اعتبرته السودان بأنه يعني تحرك خبيث كما أشارت. الآن نجد السودان بقوة في جنوب السودان، في جنوب السودان افتتاح مستشفى لعمل يعني مشروعات. والآن جنوب السودان بدأ في الاضطرابات والتوترات. هل هناك ربط بين هذا وذاك؟ ده خلى كمان رئيس المجلس السيادي السوداني البرهان التقى برئيس جنوب السودان لبحث هذه التطورات، لأنها خطيرة على السودان في الوقت الحالي الذي لم يتعافى بعد. وهذه التوترات لأن هناك حدود كبيرة جدا بين السودان وجنوب السودان، فمن الممكن أن تؤثر بالفعل على الوضع في السودان مرة أخرى، الذي يعني يحاول التعافي. السودان حتى الآن لم يتعافى، ولكن حقق انتصارات في أماكن كثيرة، حتى أن أماكن في الخرطوم قد فتحت. يعني الجيش السوداني حقق انتصارات وما زال يعني في طريق السودان إلى التعافي. السؤال كما أشرت: هل هناك ارتباط بين المشاريع الإماراتية في جنوب السودان وبين الوضع الحالي في جنوب السودان؟